السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده بإذن الله هنحل تدريبات أو أسئلة امتحانات الإدارات على الدرس الثالث نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا. دراسة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول صفحة 39، وهنحل كمان اختبر نفسك على تراكمي صفحة 40. ويلا بينا نشوف السؤال الأول. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. طيب يا مس، رقم 1، تعتبر الأمية مشكلة اجتماعية تواجه المجتمع المصري؟ طبعا صح. يبقى الأمية دي تعتبر مشكلة اجتماعية وكمان بتواجه مين؟ المجتمع المصري. رقم 2، الأمية توجد فقط في مصر؟ طبعا غلط. ليه؟ لأن الأمية توجد في جميع أنحاء العالم. طيب رقم 3، زيادة وعي الأفراد بأهمية التعليم تساعد في القضاء على الأمية الهجائية؟ طبعا صح. يبقى لما يكون فيه وعي للأفراد عن أهمية التعليم ده بيساعدنا إن احنا نقضي على الأمية الهجائية. طيب رقم 4، ترتفع نسبة الأمية في الريف عن الحضر؟ طبعا صح. يبقى نسبة الأمية ترتفع في الريف عن مين؟ عن الحضر. طيب يبقى رقم 5، تمثل الأمية مشكلة اقتصادية تواجه المجتمع المصري؟ طبعا خطأ. ليه؟ لأن الأمية مشكلة اجتماعية مش مشكلة اقتصادية بتواجه المجتمع المصري. رقم 6، توفر الأمية فرص عمل متاحة أمام الفرد؟ طبعا خطأ. ليه؟ لأن الأمية بتخلي مفيش فرص عمل أمام الفرد التاني. ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما يلي ومما بين القوسين. رقم 1، من المشكلات الاجتماعية المنتشرة في مصر الأمية، الزواج المبكر، التلوث، عمالة الأطفال. من المشكلات الاجتماعية الموجودة في مصر الأمية. يبقى الأمية من المشكلات الاجتماعية اللي بتواجه المجتمع المصري. طيب رقم 2، أعلى محافظات مصر من حيث الأمية المنيا، القاهرة، أسيوط، الأقصر. يبقى أعلى محافظات مصر من حيث الأمية اللي هي المنيا. طيب رقم 3، عدم قدرة أحد جيرانك على القراءة والكتابة يعرف بالأمية التكنولوجية، البصرية، الهجائية، البيئية. لو في واحد جارك ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب ده يعرف بالأمية الإيه؟ بالأمية. رقم 4، الأمية في مصر من المشكلات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، النفسية. الأمية في مصر من المشكلات إيه؟ من المشكلات الاجتماعية. يبقى الأمية من المشكلات إيه؟ من المشكلات الاجتماعية. رقم 5، ثاني أعلى محافظات مصر من حيث نسبة الأمية محافظة المنيا، البحر الأحمر، القاهرة، بني سويف. أعلى محافظات مصر من حيث نسبة الأمية طبعا محافظة إيه؟ محافظة بني سويف، والأولى المنيا. طيب رقم 6، تؤدي مشكلة البطالة إلى ارتفاع معدل عمر الأفراد، الادخار، الرفاهية، الجريمة. مشكلة البطالة دي بتؤدي لارتفاع معدل إيه؟ طبعا معدل الجريمة. طيب رقم 7، كتب المصريون القدماء على أوراق مصنوعة من الصوف، البردي، الجلد، الكتان. المصريون القدماء كانوا بيكتبوا على ورق مصنوع من نبات إيه؟ من نبات البردي. طيب يا مس، السؤال الثالث، اكتب ما شبه العبارة. رقم 1، عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة اللي هي إيه؟ اللي هي الأمية الهجائية. الأمية الهجائية. يبقى الأمية الهجائية اللي هي عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. السؤال الرابع، أكمل. رقم 1، تمثل الأمية مشكلة نقط تواجه المجتمع المصري. الأمية تمثل مشكلة إيه؟ مشكلة اجتماعية. اجتماعية. يبقى الأمية بتمثل مشكلة إيه؟ مشكلة اجتماعية بتواجه المجتمع المصري. رقم 2، أعلى محافظات مصر في نسبة الأمية طبعا محافظة المنيا. المنيا. يبقى أعلى محافظات مصر في نسبة الأمية مين؟ المنيا. يليها بني سويف. رقم 3، أول جامعة في التاريخ المصري القديم كانت جامعة نقط. أول جامعة في التاريخ كانت جامعة أم. طيب يا مس، شوف اللي بعده. السؤال الخامس، أمامك خريطة وصماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام عليه. يعني هو جايب لنا خريطة وصماء لمصر وعايزنا نكتب المدلول الموجود عندنا. طيب يا مس، رقم 1، أقل محافظات مصر في الأمية. رقم 1 دي محافظة إيه؟ دي محافظة البحر الأحمر. البحر الأحمر. رقم 2، محافظة تنخفض بها نسبة الأمية. رقم 2 دي محافظة ينخفض فيها نسبة الأمية.
طيب دي محافظة ايه؟ الوادي الجديد. الوادي الجديد. طيب السؤال السادس، أجب عن السؤالين. رقم 1، اذكر نتيجة واحدة. مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع. النتيجة اللي على مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع ايه؟ إن الأمية بتقلل من فرص الحصول على عمل، وده بيؤدي لانتشار البطالة، انتشار الجهل والخرافات بين الناس، وبتؤثر سلبا في برامج التنمية المستدامة في المجتمع، وتؤدي لتدني اقتصادها القومي. يبقى هنقوم كاتبين رقم 1، تقلل الأمية من فرص الحصول على عمل، مما يؤدي إلى انتشار البطالة والفقر. طيب رقم 2، اكتب مقترح للقضاء على الأمية. ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول إنشاء العديد من المدارس لاستيعاب الكامل للأطفال، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم. يبقى هنقوم كاتبين إنشاء العديد من المدارس لاستيعاب الكامل للأطفال. طيب يا مس، ونشوف اختبر نفسك اللي هو تراكمي. الأول، ألف، اختار الإجابة الصحيحة. رقم 1، إحدى مبادرات الدولة لحل مشكلة الريف هي حياة كريمة، اتحضر للأخضر، مستقبل من الرقمي، قادرون باختلاف. مبادرات الدولة عشان تحل مشكلة الريف منها طبعا هي إيه؟ هي حياة كريمة. رقم 2، تنتشر رقصة البمبوطية بين سكان محافظة الإسكندرية، قنا، السويس، القاهرة. رقصة البمبوطية بتنتشر بين سكان محافظة إيه؟ محافظة السويس. رقم 3، تبذل الدولة جهودا للقضاء على الأمية في مصر، منها الاهتمام بالعمل، الصحة، التعليم، السياحة. الدولة بتبذل جهود عشان تقضي على الأمية في مصر، منها طبعا اللي هي بتهتم بالإيه؟ طبعا بتهتم بالتعليم. رقم 4، كتابة استخدمها المصريون القدماء وكانت على شكل صور ورسوم العربية، الهيروغليفية، السريانية، السومرية. في كتابة المصريون القدماء اخترعوها وكانت على شكل صور ورسوم، ما يبقاش ألف باء تاء ثاء، امال هي اللي ايه؟ اللي هي الكتابة الهيروغليفية. طيب ب، أمامك خريطة صماء لمصر، ادرسها ثم اختار الرقم. رقم 1، محافظة تنخفض بها نسبة الأمية. محافظة بينخفض فيها نسبة الأمية اللي هي رقم كام؟ اللي هي رقم 1، اللي هو إيه؟ اللي هي محافظة البحر الأحمر. طيب السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية. يمثل سكان نقط نسبة ضئيلة جدا من سكان مصر. مين اللي بيمثلوا نسبة ضئيلة؟ اللي هم سكان الصحراء. رقم 2، من التقاليد التي يشتهر بها بدو سيناء نقط ونقط. التقاليد اللي بيشتهر بها بدو سيناء ايه؟ إكرام الضيف، وإيه كمان؟ والاحتفال بالمناسبات. الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية. طيب رقم 3، أنشأ المصريون القدماء المدارس من أجل الاهتمام بإيه؟ الاهتمام بالتعليم. رقم 4، تعد زيادة معدلات الجريمة وتهديد أمن واستقرار المجتمع نتيجة لمشكلة إيه؟ مشكلة طبعا البطالة. رقم 5، يتم التوعية بأهمية التعليم عن طريق وسائل نقاط مختلفة. إحنا نوعي بأهمية التعليم عن طريق وسائل إيه؟ وسائل الإعلام. طيب يا مس، شوف اللي بعد السؤال التالي. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. 1، تسبب الهجرة سكان المدن إلى الريف في ظهور العشوائيات حول المدن، طبعا صح. طيب رقم 2، تتنوع في مصر العادات والتقاليد والفنون الشعبية، طبعا صح. رقم 3، تؤثر الأمية إيجابا على الفرد والمجتمع، طبعا غلط. ليه؟ لأن الأمية بتؤثر بالسلب على الفرد والمجتمع. رقم ب، وضح العلاقة بين الكتابة والحضارة المصرية القديمة. العلاقة بينهم إيه؟ إن استخدام المصريين القدماء الكتابة الهيروغليفية،
اللي هم عشان يسجلوا الإيه؟ الأحداث والأخبار وأهم الإنجازات، وده ساعد في معرفة الحضارة المصرية القديمة. يبقى هنقوم كاتبين استخدم المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية الكتابة الهيروغليفية في تسجيل الأحداث والأخبار مما ساعد على معرفة الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي التدريبات مع المواد، وبالتوفيق لنا ولكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا زي ما احنا متعودين لاخواتنا في فلسطين وجنين حاليا، وبالتوفيق لكم. ما تنسوش تدعوا لنفسكم وتدعوا لي معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.